فادية. أهلين. شو ما رحت على الشغل؟ هي وصلتي. الشغل بالمحل صاير قليل، قلت لحالي بيجي بتغدى معكم. شو بكي فوتي؟ أمي هون. جوا عم تشتغل. فادو، شو بكي حبيبتي؟ ما بني شي. شو بني؟ شو ما بكي شي؟ بتطلعي على وجهك تعبان؟ لا تعبان ولا شي. إيه لا تعبان؟ قومي خليني اخذك على الدكتورة. شو بكي؟ ليه هيك عم تطلعي فيني؟ إيه لأنك أنت بدك تتعبني بالزور، أنا ماني تعبانة. قومي طلعي على وجهك بالمراية. من غير ما أطلع بعرف إذا كنت تعبانة ولا لا. لك يا حبيبتي شو بتخسري إذا بتطمني على حالك؟ إيه ما بدي أكون موجوعة بالأول. هلا ضروري تستني لتتوجعي لحتى تروحي على الدكتور؟ بعدين أنا أخوكي، يعني ما بحق لي أطمن عليكي؟ بحق لك إذا كنت أنا مرضانة. صدقيني إنك أنت مرضانة ومالك حاسة على حالك، بعدين عم تكابري. قومي غيري ثيابك لشوف، قومي. فادية، بدي اخذك على الدكتورة، يعني بدي اخذك على الدكتورة. حاجة دلع، يلا قومي لشوف. معقولة يكون دريان؟ وين شردتي؟ يلا قومي لشوف. خلص هلا أنا بروح أنا وماما. لك شو ماما إلها حيل تاخذك وتجيبك، غير اخوك ما بياخذك. يلا قومي، لين ما غسلت تكوني غيرتي ثيابك. يلا قومي. يلا حبيبتي يلا. يلا فادية، لك يلا خلصينا بقى. لك شبك ليش عم بتعيط؟ ساعة لحتى تلبس أواعيها. ليش وين رايحين؟ ما في شي، مشوار صغير أمي جاية. يلا فادو. فادية. يا فادية. فادية. أمي. وين فادية؟ مو بغرفتها؟ مرحبا خالة. اهلين يا بنتي، تفضلي. البنات هون؟ ايه هون، وين بده يروحوا؟ تفضلي. شكرا. اهلين. طيب كيف بدي اروح معه على الدكتورة؟ بلكي عرفت وقالت له. طيب ما عرفتي تتهربي منه؟ ما قدرت، هو أصر علي من خوفه. يعني يا فادية هلا انت هيك كبرتي القصة، يعني بستنى لحتى يعرفوا يقتلوني؟ بتعرفي ان شاء الله انا لازم ضلني عندكم لحتى يلاقوا له اي. طيب اهدي هلا بس يجي بابا من المستشفى بنخليه يتصرف. هربت؟ ايه، بس عرفت انه بدي اخذها على الدكتور هربت. حدا بيعرف السبب؟ طيب ليش بدك تاخذها على الدكتور؟ ليش شبه اختها؟ لك يا حبيبي هي قالت لي مرضانه، قلت لها قومي لاخذك على الدكتور. ولك معقول مشان هيك تهرب؟ طيب بلكي فعلا مو مرضانه. ولك انت كيف خليتها تهرب؟ لك يا حبيبي فاتت لحتى تغير ثيابها، طلعت من الحمام ما لقيتها. طيب روقوا بلكي كانت عند الجيران مثلا. لك عم اقول لك ما خليت عليها ولا أدنى. ايه خلص خلونا نسكر ونمشي على البيت. يلا يا مو امي، فادية رجعت؟ انتوا ثلاثة تاركين الفرن وجايين تسألوا على فادية؟ هلا اجت ولا لا؟ ليش أنا بعرف إمتى راحت ولا وين راحت؟ ليش أخوكم أحمد حكالي؟ ما شفته إلا راح يدور عليها مثل المجنون. يعني لسه ما رجعت؟ لك يا ولاد شبه فادية، والله حببتوا لي قلبي. امي بصراحه هي فادية. روح خلينا نشوف فادي بالاول ونتاكد. فادية ما حتشوفوها بالبيت لانه هربت. وبتعرف شو معناتها لما البنت بتهرب من بيتها؟ معناتها عامله. وليه على قامتي؟
وليه على قابتي اذا الحكي صحيح؟ بس انت يا بنتي بهالتصرف ارتكبتي غلط تاني. عمو انا اكثر وحده بتعرف احمد. بس كمان يا عمو ما بصير تطلع من البيت هيك. هدول امك واخواتك، يعني اذا ما كانوا شكوا هلا رح يشكوا. بابا شو رأيك تروح تحكي مع أبو لؤي؟ يعني بركي بتتفاهم أنت وياه وبتروحوا بتفهمون لأخواتها. يا هدى التصرف اللي تصرفته فادية غلط، المفروض انه عمو انا بعترف اني غلطانه وانا ندمانه كثير صدقني، بس يعني انا ما بقدر ارجع على البيت قبل ما يبين لؤي ونثبت زواجنا بالمحكمه. لحالي ما بقدر ارجع، يعني لازم يكون في حدا معي، لازم تساعدوني، لانه اخواتي انا بخاف يقتلوني وبخاف يبلوا حالهم فيني. والله امي بتموت طقيق. هلا بس صرت تفكري بامك واخواتك لك يا عمو. العقل زينة البني ادم. عمو شو ما بدك تقول عني قول، انا بستاهل، بس الزمن ما رح يرجع. يا ريته يرجع، يا ريته يرجع. اسمع بقى، ما بقى تبكي. طالما بابا بده يحط ايده بالموضوع ان شاء الله بينحل. طيب والمدرسة ما حد داومي؟ اعوذ بالله، اذا بدهم يدوروا عليها اول شي بروح على المدرسه بكره الصبح. بتعرفي فادية، انت لازم تحكي مع اهلك وتطمنيهم عليكي. شو بدي اقول لهم؟ بتقولي لهم انك اضطريتي تطلعي من البيت من دون ما تخبريهم، وانك هلا بخير وبين ايادي امينه، وانك عن قريب رح ترجعي على البيت. يلا طمنيهم عليكي. عندكم كاشف ارقام بالبيت؟ لا. معناتها اتصلي فيهم هلا. هلا بيكونوا بالشغل. ما بعرف يا هيفاء، وقتها فتت لعندها فتت انا وعم مثل انه لساتني بحبها وانه رايد نرجع لبعض. بركي بتهدأ اعصابها وبتقبل ترجع تتعالج. هذا اللي صار بالبداية. كيف يعني بالبداية؟ يعني بالبداية انا فعلا كنت عم مثل عليها، بس بعدين حسيت انه الحكي يعني طالع من قلبي من جوا. معناتها رغم كل شي صار لساتك بتحبها واكثر من اول. ما بعرف، بس انا كتير حزنت على حالتها. قصدك كتير حسيت انك السبب بحالتها؟ ما بعرف، يمكن ما كنت فاضي لها، كان الشغل اخذ كل وقتي وانا يمكن ما انتبهت لمشاعرها واحاسيسها. بشرفي بعدك بتحبها. على كل اذا رجعت بكره على المشفى بتكون حطت رجلها على اول طريق رجعها. قصدك حطيت رجلك معه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. زيد، وانا كمان يمكن بدي احب. حبيتي ولا بدك تحبيه؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. حضرتك ابو لؤي؟ لؤي صار له شيء؟ انا جاي اسالك عنه. مين حضرتك؟ انا الدكتور عماد صائب، ابوه لهدى وسيدرا رفقات بنتك لمها. خير. هيك من على الباب؟ عفوا لا تاخذني، شرف. شكرا. اهلا وسهلا. يا دكتور عماد، أنا ما عاد ضد الفكرة بنوب، بالعكس أنا مع على العظم. بنات الناس مو لعبة، ابني غلط ولازم يصلح غلطه، بس مو لازم يكون موجود لؤي لحتى نخلص من المشكلة. شوف أخي أبو لؤي، المسألة بدها جدية أكثر، بدها أكثر من إنه نحن ما بنعرف شو بدنا نعمل. فادي المفروض هي تكون مرت ابنك هلا موجودة عندنا بالبيت. شو عم تعمل عندكم بالبيت؟ هربت من البيت لأنه أخوات الشباب حسوا إنه في شيء. العمى إذا كان هذا الكلام صحيح، ونحن ما حنقدر نخليها عنا طول العمر. أخوات الشباب ما حيسكتوا، رح يجيبوا الشرطة ورح نصير نحن تحت مسؤولية. طيب يا دكتور عماد، أنت افهم مني، نورني، ما خليت باب ما دقيته.
لؤي اختفى وين ما بعرف، انا خايف يكون سافر برات البلد. ابنك معه جواز سفر؟ لا، مو ليخدم عسكريه بالاول؟ معناتها ما حيقدر يسافر الا على لبنان. ما له حدا بلبنان. لؤي لساته بالبلد، وانا من رايي تنزل اعلان بالجريده تعلن فيه بانه لازم يرجع للبيت وانه اموره محلوله. بس لؤي ما بيقرا جرايد. كمان بكره من الصبح نبلش دواره. يعني رح ندور على ابري بكومة قش. شو يعني؟ نحط رجل على رجل ونستنى؟ طيب والفرن؟ يلي عن ابو الفرن. بس هذا باب رزقنا. وهي اختنا يا فهيم، عرضنا فهام. بس الفرن اذا سكر يومين قفا بعضهم، الزباين رح تدور على فرن تاني وتعلق فيه. سيدي بطلنا نشتغل. هذا مو حكي يا سليم. اخوك يوسف معه حق، الفرن ما لازم يتسكر. بكره بتحمل حالك انت وياه بتنزلوا بتمشوا الشغل وانا بجيب فاديه. كيف؟ انا بعرف بنات الدكتور عماد، بكره بس لحتى ينصرفوا من المدرسه بلحقهم وبستدل على بيتهم. وشو عرفك انه هي عندهم بالبيت؟ اختك صاحبه مع بنات الدكتور، وقت اللي كنت راقبها ووصلها على المدرسه لاحظت هذا الموضوع. طيب بلكي ما كانت عندهم. باعتبارهم صحبه، اذا ما كانت عندهم اكيد بيعرفوا وينها. تليفونه يلا. الو، كيفك أخي؟ فاديه؟ لك هات لهون. هذا انت يا مغضوبه؟ سليم اعطيني اياها احكي معها. وينك انت؟ لك وينك انت؟ ما بقدر أقول لك وين أنا. المهم إني أنا بخير، لا تقلقوا علي. لك اسمعوا شو عم تحكي. قال هي بخير ولا تقلقوا. ولك يا خانم بتعرفي ان احنا تركنا شغلنا وتربطنا مشانه. اعطيني اياها. الو فادية، ليش هيك عملتي؟ اضطريت أمي غصبا عني. ليش غصبا عنك؟ ليش لك بنتي شو مساوية؟ طيب شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ أمي خلاص قلت لكم إني أنا بخير. برضاي عليك ترجعي على البيت. رح أرجع أمي، بس مو هلا. خذ يوسف احكي معها، هي بتسمع كلامك. الو مرحبا اختي. أهلين يوسف. اهلين فادية. ولو لك فادية، ولو على القليل احكي لي شو اللي زعجك. صدقني يا أخي إني ما عملت شي مو منيح، بس ما بقدر أرجع هلا. فادية انت بتعرفي قديش انا بحبك، وحياتك ما رح خلي حدا من اخواتك يمد ايده عليك، بس من حقنا نفهم، نعرف شو القصة، نعرف ليش اختنا الوحيدة تركت البيت. حدا منا قصر معك لك فادية؟ لا والله يا أخي، والله بعمركم ما قصرتوا معي، وطول عمركم أحسن مني. لكان ليش هيك عملتي؟ ما بعرف شو صار لي، فجأة لقيت حالي ماني طايقة البيت. حسيت حالي مخنوقة وما لقيت حالي إلا بالشارع. الله يسامحك. هلا هذا حكي لك فادية؟ انت بتكوني مخنوقة وقت نحن بنكون كاتمين على نفسك، بس نحن بعرف والله إني ندمانة، يشهد الله علي إني ندمانة، بس هلا ما بقدر أرجع. هات خليني احكي معك. لك خلص انت شوي كمان بدكم تتخانقوا. الو ايه فادية؟ شوف لي وين هي. فادية وين هي؟ سكرت الخط. عجبك؟ ما رح ترجع. والله يا شيخ ما بزعلك.